لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا، نتمنى فيديو اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم راح تكون حلوة البابا، وبالأحرى تحلية البابا. في مقادير الوصفة هذه أول حاجة راح نبدأ بالشربات. عندي كاس ونصف سكر، راح نضيف له 2 كيسان ونصف ماء، وراح نضيف لهم برج ليمون، وراح نخليهم على النار هما يغليو. نقص لهم النار، نحسب لهم 10 دقائق ونطفي عليه. بعد ما نطفي عليه راح نضيف له فنجان ماء زهر. نروح العجينه عندي نصف كاس حليب دافي، وكاس ونصف فرينه، وملعقه ونصف زبده، وزوج حبات بيض، وملعقه كبيره خميره الخبز، وملعقه كبيره سكر، وملعقه صغيره فاني، وبشر حبه برتقال. هنا بعد ما يصير وجد لي راح نطفي عليه، وراح نضيف له فنجان ماء زهر. انا هنا حبيتها بنكهة الماء الزهر، يعني ريحة رمضان، يعني بنة رمضان، تحلية رمضانية بامتياز. رائعة جدا، نتمنى تجربوها صدقوني. بمقادير هذه يعني الروعة روعة. هذه المقادير المضبوطة نتاع البابا. هنا عندي نصف كاس يكون حليب دافي دافي، لازم يكون دافي باش تساعدك في الخميرة تطلع. وراح نضيف لها ملعقة خميرة الخبز، وملعقة كبيرة سكر، وراح نكسر لها 2 حبات بيض، وراح نضيف اللافاني والمبشور حبة البرتقال. هنا مبشور حبة البرتقال، اذا حبيتي ما ديريش، ورشة الملح. لكن نعرفوا خميرة الخبز لازمتها المنكهات. هنا عندي ملعقة ونصف الزبدة باش بحرارة مطبخ، وحرارة درجة حرارة المطبخ. هنا اذا حبيتي وخفتي ما تذوبلكش الزبدة، ذوبيها وخليها تبرد، ما تضيفيهاش وهي سخونة، لازم تذوبيها وخليها تكون باردة وضيفيها. اذا حبيتي تضيفيها في الاخير ضيفيها في الاخير. هنا عندي كاس ونصف فرينة. هنايا شوفي، اذا حبيتي تخلطيها بالكا تاع البيترا، اذا حبيتي ديريها بهذا تاع الباتور، اذا حبيتي تخبطيها بيدك كيما تخبطي كيما نديرو البوراك ولا كيما نديرو السفنج هكاك. المهم اعطيها وقتها، لازم يعني تقريبا 4 دقائق 5 دقائق وانتي تخبطي فيها هكاك بيدك ولا بالباتور. هنا راح نخليها تخمر. هنا مهم جدا انك تخليها تخمر على الاقل نصف ساعه. هنا راح نخلي العجينه نتاعي تخمر، وراح نخدم كريم باتيسير. مادام ما خدمت هذه كريم باتيسير، ودهنت لي مول تاعي، ووجدت يعني نظمت المطبخ، تكون عقبت نص ساعه. لازماتك تنظمي روحك في المطبخ باش تقدري تكملي فم في نفس الوقت، ما ترونيش الكوزينه. هنا راح ندير كريم باتيسير. عندي 2 كيسان حليب، و2 ملاعق او 2 ملاعق عفوا من سكر، وملعقه صغيره من لافاني، و2 ملاعق كبيره ثاني من النشا، وحبه بيض. حبه البيض ممكن ديريها ممكن ما ديريهاش، لكن راح تعطي بنه. شوفي الزبده والبيض راح يعطوا بنه، اذا حبيتي ديريهم، اذا حبيتي ما ديريهمش. هنا لازم نخلط كامل كلش بارد في بارد، وراح نحط على النار مع التحريك المستمر. وفي الاخير راح نضيف لها ملعقه صغيره فاني، وتقريبا 2 ملاعق كبيره من المزهر، وراح نطفي عليها ونخليها تبرد. انا نورمالمون ندير هنايا ملعقه كبيره زبده، نسيت ما درتلهاش بعد ما حطيتها في الطبسي، باش تفكرت بلي ما درتلهاش الزبده. هنا ثاني تقدري تستغني عليها، وكنت ضفتها في الاخير يعني.
وراح نحطها هكا في طبسي ونخليها تبرد مليح، هي تدفى وانا نغطيها صح نغطيها. أنا كنت نسيت الزبدة فضفت لها ملعقة زبدة وهي سخونة، مازال وهي سخونة راح نغطيها بكيس بلاستيكي أو فيلم أليمونتير ونخليها تدفى ومن بعد نروح نحطها في الثلاجة تبرد. كيما دركا شتا يعني برد الحال وشتا يعني ما ليقش، يعني مش بشرط انك تحطيها في الثلاجة، فوق البوتاجي راح تدفى يعني راح تبرد. لازم نغطيها بالفيلم أليمونتير أو الكيس بلاستيكي باش ما ديرلناش القشرة من فوق. ممكن ديري الطريقة هذه، ممكن ديري سكر أحرش من فوق ما تخليهش ما ديرش القشرة. هنايا راح ندهن بهذا الليمون تاع لي بابا، راح ندهن بالزيت وراح نرش عليهم الفرينة. أنا هذه الطريقة هذه إنك بملعقة واحدة فرينة تديري 10 ليمون تاع الحام تاع لي بابا. بهذه الطريقة راح تدهني يعني خير ما تكوني تاخدي وتميلي ومن ومن، يعني طريقة رائعة جدا، نتمنى تجربيها سهلة فم توجديها. هنا بعد ما خمرت، شوفي هنا لازم تخمر الخمرة الأولى، هو الشي اللي يخليها تجيك خفيفة ومقطنة وهشوشة خفيفة ريشة هو إنها تخمر خمرتين، يعني هذه الخمرة الأولى وتهبطي الخمر ومن بعد تحطيها في ليمول وتخليها تخمر ومن بعد تحطيها في الفرن طيبيها، يعني باش تجيك خفيفة. وأهم حاجة ما تديريهاش من المرة الأولى، ما تديريهاش ثقيلة. هذه تلقى هكا يعني خمرت وحبطناها وتلقى طلقت العرق تاعها. هنا راح نديرها في بوشادوي، اذا حبيتي ديري ما ديريش في بوشادوي ديري غير بالملعقه عادي. انا حبيت نسهل برك فم نفوتها. راح نخليهم يخمروا للمره الثانيه ومن بعد نحطهم في الفرن. راح نشعل لي من تحت ومن بعد نشوفهم هكا حمار، وساعات تلقي ما ساعات يحمروا يعني بلا ما تشعلي لي من فوق، ومن بعد نشعل لي من فوق ومن بعد نخرجهم هما سخونين. لازم نديرهم في الشربات، يعني هذا لي بابا يكونوا سخونين والشربات تكون باردة. شوفي كاس ونصف من الفرينة يديلك تقريبا 10 حبات، هذا من ليمون كبار مش صغار. اذا مثلا نتوما ماكمش يعني 10 حبات، يعني ماكمش في عائله، يعني ماكمش عاد تاكلوا هي هكا قبل ما ديري لها الشربات خليها تدفى يعني تبرد مليح وديريها في البورطمونجي وحطيها في المجمد، ما عنده ما عندي صرالها تقعد لك حتى شهر شهرين. تقدري تخرجي غير ما تخرجي ديرها في الميكرووند ولا في اللوغ وديري لها الشربات نتاعها وتكون واجده. هذه تقدم في الاعراس هكا في طاجين الحلو، في تحلية رمضان، في السهرات الرمضانية كتحلية مع كيما هكا كريم باتيسير مع سلطة فخوي بنينة هكا رائعة جدا، يحبوها الولاد ويحبوها الكبار. تتباع في المقاهي يعني في الريستوران ثاني يحطوها يحطوها، لكن والله صدقيني تاع الدار ابن، لانه تاع المطاعم يديروها بالزيت تحسي روحك تاكلي في خبز بالشربات. يعني هي شوفي هي تاع البر بنينه، لكن هما يطيبوا كلش ماذا بيهم ينقصوا باش يقتصدوا ويبيعوا بسعر مليح. لكن انتي في دارك لازماتك تطيبي حاجه مليحه وبنينه كتوكلي وليداتك، يعني ماكش تاجري بها. هذه بين قوسين. هنايا شوفي اذا حبيتي ديريها يعني ما تحشيهاش بالكريم شانتي من فوق، ديريها يعني على وجهها. انا هنا درتها قلبتها باش نحشيها بالكريم شانتي. انا كيما يقولك وحده ليك وحده اللي عزيزه عليك واللي عزيز عليك ديري له ديري الفاكهه كيما تحبي تنوعي، هذه الفراز الشينا الاناناس، اي حاجه تحبي اي فاكهه تحبي ديريها يعني ديريها لماماك ولا لباباك ولا لراجلك ولا لبنتك اللي تحبي ديريها له ديريها. هنا درت كريم شانتي طلعتها نص كاس كريم شانتي مع نص كاس حليب طلعتها وراح نزينها بالفراولة. اذا حبيتي تزيني بالكيوي شينا برتقال يعني كيما تحبي.
وهذه هي تجي مشربة معسلة بنينة. شوفي تعطي 10 حبات تقريبا 10 حبات من هذا الإبابة. هنا إذا حبيتي ما ديريلهمش كريمة يعني تحطيها في صبعة كيما هكا يعني في طبسي صغير، ولا ديري لها الكريم شانتي هذه الكريم باتيسير مع الكريم شانتي تجي أرقى وأبن وتجي بنينة يعني، وهي تكل باردة يعني لازم تكون باردة. هذه هي. وإذا حبيتي ديري من فوق ديري هذه الفراولة ديري لها جولي. انا ما كانش عندي جولي فيعني ما درت لها جولي، يعني درت لها غير شويه برك من الشربات اللي تبقات كنت دهنت بها الفراولة. لكن اذا درتي لها جولي راح تطول معاك، خاصة اذا باتتي ولا حاجة يعني الفراولة يعني الفاكهة نتاعك ما تفسدش، وصدقيني تجي خفيفة ريشة يعني يعني بنينة. جربيها وعلى ضمانتي، واي واحدة جربتها تخليلي في كومنتير كيفاش جات معاها. وما تنساوش حبيباتي اذا عجبتكم الوصفة هذه ما تنساوش لايك واشتراك كومنت تفعيل الجرس وبرتاج، خاصة الفيديو هذا ماذا بيا تبرتاجيوه مع حباباتكم اخواتاتكم صحاباتكم باش تكبر القناة واكيد تعمل فائدة، لاني ماذا بيا اي واحدة جربت الوصفة نتاعي تنجح معاها وكي تكتبوا تقولوا لي مثلا جربنا لك الحاجة ونجحت معنا، والله العظيم غير نفرح يعني يحس العبد باللي راهو يدير حاجة ونفعت. وهذه هي. وما تنسوش حبيباتي لايك واشتراك كومنت في الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.